بطولة كأس العالم لكرة القدم واحدة من أكبر البطولات الموجودة في العالم، وبيهتم بيها مليارات البشر في الكرة الأرضية، واللي بيجمع ما بينهم حب الرياضة، وكل واحد بيشجع المنتخب بتاعه بطريقته. في ناس عندها روح رياضية وبتشجع اللعب النضيف، بس في جانب تاني من الناس ما بتتقبلش الخسارة، يعني لازم أكسب بأي طريقة وإلا هيبقى في عقاب أنت ما تتخيلوش. وفي جانب مظلم أو نقدر نقول جانب دموي بتخفيه بطولة كأس العالم، وده اللي هكلمك عنه في حلقة النهاردة. معاكم عمر، ويلا نبدأ الحلقة. يا جدعان الريتش واقع خالص وفيه احباط جامد، عاوزين نوصل الفيديو ده ل1000 لايك و1000 كومنت عشان الدنيا ترجع تظبط تاني واحده واحده وندخل في الموضوع على طول. بطوله كاس العالم لكره القدم بيكون فيها صرف وتمويل ضخم على التجهيز والتنظيم، وفي نفس الحال برضه مع الفرق اللي بتشارك بيكون فيها دعم مادي كبير جدا. بس في منظمات اخذت الموضوع في حته تانيه خالص، وكانت في افعال غريبه كانت سبب في تغيير مفهوم كره القدم في العالم كله او مفهوم الرياضه عموما. والقصه رقم 5 هتصدمك، واللي كان هيتقتل بسببها فريق كامل من اللاعبين. اتفرج بقى على الفيديو للاخر. بتبدا قصتنا سنه 1958، وكانت الدوله المستضيفه لكاس العالم هي دوله السويد، وكان نجم كاس العالم او نجم الكره في العالم كله هو بيليه البرازيلي. بس بيليه ما كانش لوحده هو اللاعب اللي باين ومحترف، كان معاه لاعب تاني من الاتحاد السوفيتي وكان اسمه ادوارد ستريلسوف، والجماهير كانوا بيقولوا عليه بيليه الروسي. وده اللي كان بيوضح مدى المقارنه اللي كان بيقارنها الجمهور باللاعب بيليه باللاعب بيليه الروسي. واللاعب ده كان واحد من اقوى لعيبه الاتحاد السوفيتي، بس كان حظه وحش شويه، وهو انه ما قدرش يشارك في بطوله كاس العالم، وانه ما يقابلش بيليه الحقيقي في الماتش. والسبب في الموضوع ده هو اتهامه بجريمه اخلاقيه، وهي اغتصاب بنت اسمها ماريا ليبيديفا. والمشكله مش هنا برضه، المشكله ان اللاعب ده ما كانش فاكر اي حاجه من تفاصيل الواقعه، لانه كان مدمن للكحول بصوره مرعبه، والناس كلها كانت حواليه عارفه بالموضوع ده. بس ده ما يمنعش ان مهاراته في الكوره كانت كويسه جدا، وكان لاعب غير مسبوق في الاتحاد السوفيتي، وده اللي كان بيخلي الناس ما تركزش معاه في الحوارات دي. وزي ما قلت لك احنا بنتكلم في سنه 1958، واللي كان قبل البطوله اللي كان هيروحها ادوارد مع المنتخب. والشاب ده كان في بار مع اصحابه، وكان معاه ماريا اللي اعتدى عليها، وكان معاها برضه مجموعه من اصحابها. وبحسب كلام بعض الناس كانوا بيقولوا ان ماريا هي اللي كانت بتلف حوالين اللاعب ادوارد، وطول السهره كانت بتحاول تتكلم معاه. بس الموضوع اتقلب، واللاعب يتفاجئ ان الشرطه تاني يوم واقفه قدام الباب وبتخبط عليه، وبيتحاكم بتهمه اغتصاب البنت. وادوارد كان بياكد ان هو ما عملش حاجه، وبرضه الناس اللي كانوا بيشجعوه اصروا ان هو ما عملش حاجه. بس في النهايه ادوارد يتحكم عليه بالسجن 3 سنين، وده برضه اللي صدم كل مشجعين الفريق، لان ادوارد كان بيشكل دور مميز جدا في المنتخب، واللي كان برضه ممكن يكسبهم البطوله. المهم ادوارد قضى العقوبه بتاعته في السجن، وطلع من السجن مره تانيه، ورجع بعدها يلعب كوره من تاني. بس بعدها كفاءته قلت جدا. بعض المصادر بقى بتقول ان الحادثه دي مش حادثه عاديه، دي كانت حادثه مدبره من احد الشخصيات السوفيتيه المهمه. ايوه يعني تقدر تقول ان دي مؤامره بس من جوه البلد، عشان اللاعب ده رفض ان هو يتجوز بنت الشخصيه المهمه دي. وبعض المصادر برضو قالت ان العالم كله كان خايف من فوز الاتحاد السوفيتي ببطوله كاس العالم، وده اللي خلاهم يلبسوا ادوارد التهمه دي، واللي فعلا غيابه كان فارق جدا مع الفريق. وحتى لو ادوارد مذنب او مظلوم، في شهود عيان بياكدوا ان ماريا راحت زارت قبر ادوارد بعد ما مات بيوم سنه 1990. ولحد النهارده السوفييت او روسيا شايفين ان البرازيل ما كانتش هتاخد كاس العالم ده لو كان ادوارد شارك معاهم في البطوله. ننقل بقى لحادثه تانيه مختلفه سنه 1979، واللي اتعملت بطوله كاس العالم دي في دوله المكسيك. وانجلترا وقتها كانت من اقوى الفرق في العالم، والجماهير كلها كانت متوقعه فوزها، والحارس بتاعهم كان اسمه جولدن بانكس. والحارس ده صد كره من بيليه كانت صعب جدا تتصد، وبقى هو الامل بتاع الفريق. بس حصل حاجه ما كانتش متوقعه، اتفاجئ الجماهير ان التشكيله اللي هتلعب مع المانيا ما فيهاش جولدن بانكس، وحطوا مكانه اللاعب بيتر بونيتي، والماتش يتلعب وانجلترا تخسر قصاد المانيا 3-2. بس برضه ايه السبب في غياب الحارس ده عن الماتش؟ بعض المصادر بتقول ان الحارس ده قبل الماتش بيوم او 2 جات له مشكله صحيه مفاجاه، واليكس ستيباني احد اعضاء فريق انجلترا واللي كان قاعد مع جولدن في نفس الاوضه، قال ان هو رجع الاوضه يجيب الكاميرا بتاعته، واتفاجئ ان جولدن مرمي في ارض الحمام وبيصرخ من وجع بطنه، واللي كان بيستنجد بزميله عشان يوديه المستشفى. وجت بعدها الاسعاف واداره الفريق عشان يكتشفوا ان جولدن كان متسمم، يعني في حد كان بيحاول يسممه عشان ما يلعبش الماتش، واللي كان ماتش فاصل بين انجلترا والمانيا. والصدمه دي كانت كبيره جدا على الفريق. والغريب ان جولدن بيقول ان هو كل من نفس الاكل اللي اكل منه زمايله في الفريق، ومحدش منهم حصل له حاجه، بس بيقول ان هو بياكل حد قدم له شويه من الكحول، والشخص ده هو ما كانش يعرفه. وبعدها بدا يحس بالوجع، ولحد النهارده محدش عارف الحارس ده اتسمم بفعل فاعل ولا لا. واللي مفيش فيه
في شك ان جولدن بانكس لو كان شارك في الماتش ده ما كانتش انجلترا هتخسر قدام المانيا خالص، وكان ممكن يكسبوا الماتش. بس سنة 1990 في بطولة كأس العالم في إيطاليا تحصل حاجة مختلفة خالص. كان في ماتش قوي قوي بين البرازيل والأرجنتين، واللي كان هيخسر هيطلع من منافسات المونديال خالص، والوضع ما كانش متحمل أي كلام. ووقتها كان مارادونا نجم الأرجنتين بيلعب في الماتش، والبرازيليين كانوا شايفين إن مدافع برانكو كان هيقدر يسد قدام مارادونا في الماتش، وكانت دي مهمته الوحيدة طول ال 90 دقيقة، وإنه يتصدى لأي هجمة هيعملها مارادونا. ومارادونا كان عاجز عن تسجيل أي هدف بسبب المدافع ده. وفجأة واحد من اللاعيبة يقع، والماتش بعدها يقف 5 دقايق بس الخمس دقايق دول غيروا توجيه الماتش كله. وكاميرات المراقبه سجلت ان في حد ادى ازازه ميه لدكاتره الارجنتين، واللي بعدها يدوها للمدافع البرازيلي برانكو. وده بيحصل عادي في ماتشات كتير، ما فيهاش مانع ان هو ياخد ازازه ميه من الفريق المنافس. بس اللي مش طبيعي هو اللي حصل للمدافع بعد ما شرب من ازازه الميه دي، وفجاه يبان عليه علامات تعب وعدم اتزان ودوخه جامده طول الماتش. والدوخه دي خلته ما يقدرش يسد قصاد مارادونا، ومارادونا يعمل تمريره تخلي الارجنتين تجيب جول وتكسب الماتش 1-0. ولحد النهارده مفيش حاجه بتاكد ان ازازه الميه دي كان فيها حاجه فعلا، ولا ايه السبب اللي حصل لكل ده. بس الاكيد ان الارجنتينيين لحد النهارده بيقولوا ان ازازه الميه دي الميه المقدسه. بس الحوادث دي بقى كلها نركنها على جنب ونركز في الحادثه دي، عشان دي واحده من اكتر الحوادث في كاس العالم المرتبطه بالدمويه والرعب، وهي كاس العالم 1994. والمونديال الوقت ده كان بيتنظم في امريكا، واتلعب فيها ماتش كان السبب في موت احد اللاعبين، وهو اللاعب اندريز اسكوبار. واكيد جه في دماغك ان الموضوع ليه علاقه ببابلو اسكوبار، اكبر تاجر مخدرات ومنظم عصابات عرفته البشريه. بس اندريز اسكوبار وبابلو اسكوبار ما لهمش علاقه ببعض ومش قرايب حتى، بس الاتنين بقى كان بيجمعهم حب كره القدم. وبابلو اسكوبار كان اكتر واحد بيدعم الكره في كولومبيا والمنتخب الكولومبي، واندريز اسكوبار كان واحد من اهم مدافعين المنتخب الكولومبي، وكان من ضمن المدافعين اللي شاركوا في بطوله كاس العالم في امريكا، واللي كان سنه 1994. والفريق الكولومبي كان عامل شغل عالي قوي في تصفيات كاس العالم، والمدافع اندريز برضه كان بيلعب كويس جدا. وحرفيا الناس كلها كانت متوقعه ان كولومبيا هتصعد للنهائي وممكن تاخد كاس العالم كمان. وكان منتشر وقتها المراهنات الماليه، يعني الناس كانت بتراهن وبتدفع فلوس على امل ان فريقها هيكسب. وعاوز اقول لك ان بيليه البرازيلي كان مراهن ان كولومبيا هتوصل لكاس العالم، بس بعدها هيخسر الفريق الكولومبي قصاد رومانيا 3-1، وده اللي خلى في حاله احباط بعد الخساره دي، وبقى في تهديدات بتيجي للفريق الكولومبي، والعصابات الكولومبيه بداوا يهددوا الفريق كله ويقولوا لهم ان هم لو ما لعبوش كويس هيأذوهم. ورجع الفريق كله تاني يجهز لماتشه ضد امريكا، وجه يوم الماتش وبدأ الفرقتين يلعبوا. بس الفريق الكولومبي كان متوتر جدا، وكان في ضغط عالي قوي على الفريق بسبب التهديدات اللي كانت بتجيله. والفريق نقدر نقول ان هو لعب كويس، بس مع ذلك الفريق الكولومبي خسر من امريكا 2-1. والمصيبه مش هنا بقى، المصيبه في الجون الثاني اللي خلى امريكا تكسب. الجون ده جه بالغلط، والمدافع اندريز اسكوبار جاب جون في نفسه، وهو اللي تسبب في خساره الفريق. والفريق الكولومبي يرجع على بلده ومعاه المدافع المحبوب اندريز اسكوبار. وخد عندك بقى تهديدات بالقتل جات له من كل حته، وعيلته قالوا له ما يرجعش البلد، ولو رجع البلد ما يطلعش من بيته. بس هو ما سمعش الكلام ورجع البلد وخرج مع اصحابه، وهم خارجين يسهروا في البار اتخانق مع واحد من الناس واللي كان بيشتموا بسبب الماتش، وخرجوهم من البار والناس فرقتهم عن بعض وكل واحد راح لحاله. وبعدها الحكومه تتفاجئ ان اندريز اسكوبار لقوه مقتول في عربيته مضروب 6 طلقات. وفي مصدر في موقع بريطاني بيقول ان اللي ضربوه 6 طلقات دول بعدد كل كلمه جول قالها معلق الماتش، وكان قصدهم على الجول اللي جابه اسكوبار في نفسه. وكولومبيا كلها كانت عارفه ان اللي قتل اسكوبار واحد من عصابات المخدرات الكولومبيه بسبب الفلوس اللي خسروها في المراهنات، ومفيش حد كان عارف هم مين. واتمسك بعدها واحد زعيم عصابه في كولومبيا بتاعت مخدرات، واللي اعترف بعدها ان هو اللي عمل الجريمه دي لانه كان متاثر بالخساره جامد. واتحكم بعدها عليه بالسجن لمده 43 سنه، وخرج بعد 11 سنه بس من السجن عشان هو كان مسجون محترم. انما اندريز اتعمل له جنازه كبيره جدا وحضرها 120,000 شخص. طب ده لعيب اتقتل عشان ماتش واحد. اخر حادثه بقى اللي هكلمك عنها دلوقتي كان ممكن يتقتل فيها الفريق بالكامل، الفريق كله هيموت لو ما كسبش الماتش ده. مونديال سنه 1938 واللي اتعمل في فرنسا، واللي كان قبل الحرب العالميه بسنه، واللي كان فيه توتر شديد جدا بين الاوروبيين وقتها، عشان كان في بعض الشخصيات المتطرفه اللي كانت بتحكم اوروبا زي هتلر في المانيا وموسوليني في ايطاليا، والاتنين دول بالتحديد هم احد اكبر اطراف الحرب واللي مات بسببها عدد كبير جدا من الناس. والمونديال ده كان المفروض ان هو يتعمل في القاره اللاتينيه، بس الدول الاوروبيه قلبت عليهم وقالوا ان هو هيتعمل في فرنسا، وده اللي خلى كل البلاد اللاتينيه ينسحبوا من المونديال باستثناء البرازيل، وبلاد تانية برضو قالوا احنا مش رايحين.
واتعملت البطوله وشارك فيها 16 منتخب بس، واللي بقوا بعد كده 15 منتخب بعد ما انسحبت النمسا اللي كانت احتلتها المانيا في الوقت ده. والغير متوقع ان المانيا طلعت من البطوله بدري بعد ما خسرت من سويسرا، وايطاليا تطلع بعدها بالعافيه من الدور الاول، والقرعه خلتها تلعب ماتش قصاد فرنسا صاحبه الارض. وده اللي خلى موسوليني يركز مع كاس العالم، واللي قال للفريق بتاعه ان هو يلبس اسود عشان يخوف الفريق الفرنسي ويخوف الجمهور اللي كان مكون من 60,000 شخص. وكسبت ايطاليا فرنسا 3-1. والماتش اللي كان قصاده كان البرازيل وتشيكوسلوفاكيا. اللعيبه راحوا رامين الكره بره الملعب وقعدوا يضربوا في بعض، والشرطه اتدخلت عشان يفضوا ما بينهم، وصعدت ايطاليا لمواجهه البرازيل. وخطأ صغير خلى برضو ايطاليا تكسب، وتأهلت ايطاليا للنهائي في مواجهه المجر، واللي كان اقوى منتخب في المونديال، واللي ما دخلش فيه غير هدف واحد بس طول البطوله كلها، واللي كان باين ان المجر هتغلب ايطاليا. وتحدد بعدها ميعاد ومكان الماتش في باريس، وبعدها يجي رساله للعيبه قبل الماتش من موسوليني، وده كان زعيم ايطاليا، واللي اتكتب فيها جمله واحده هي النصر او الموت. وموسوليني كان معروف ان هو حاكم مستبد وكان بيحكم ايطاليا بالحديد والنار، يعني الراجل ده ما بيهزرش. ودخل اللعيبه الماتش اللي كان هيحدد مصيرهم، هيكسبوا هيعيشوا هيخسروا، موسوليني هيقتلهم كلهم. وتسجل بعدها المجر اول جول، واللعيبه تبدا تخاف ويجي لهم حاله ذعر. وبعدها يبدا الايطاليين يستعطفوا المنتخب المجري عشان يكسبهم الماتش، لان فعلا لو ما كسبوش هيموتوا كلهم. بعدها ايطاليا تسجل 4 اهداف، ويقول بعدها حارس المجر ان الهزيمه ديت فرحتهم لانهم انقذوا حياه 11 لاعب. وفرحه الايطاليين كانت فرحتهم بالنجاه من الموت اكتر من فرحتهم بالفوز بكاس العالم. تخيل بقى بطوله كاس العالم اللي بيقولوا عليها ان هي بطوله رياضيه، في يوم من الايام ما كانتش مجرد رياضه، ده كان ممكن يضيع فيها ارواح ناس، وممكن يكون في حاجات زي كده بتحصل لحد النهارده، ومؤامرات اكبر من كده بكتير لسه ما اكتشفناهاش. كده احنا خلصنا. لو عجبتك الحلقه دي ما تنساش تعمل لايك وتشاركها مع اصحابك، وكومنت رايق كده عشان الريتش واقع. شفت انا صريح معاك ازاي؟ اعمل كومنت بقى. اشوفكم الحلقه الجايه. سلام.